السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع الدرس الثالث في فرع حساب المثلثات بعنوان الدوال المثلثية. قبل ما نخش في منهجنا تعالى نفتكر بعض الأساسيات اللي احنا واخدينها في سنة تالتة إعدادي ومهمة جدا بالنسبة لنا في بداية الدرس ده. أولا في البداية احنا بنشتغل على المثلث القائم الزاوية. لو أنا عندي مثلث أ ب ج، وهسمي زاوية ج ديت زاوية سيتا. بقى بالنسبة لي سيتا أ ب في المثلث القائم الزاوية ده بقى بالنسبة لي مقابل، وب ج بقى بالنسبة لي مجاور، وأ ج في المثلث هو عبارة عن الوتر. درسنا في الدوال المثلثية الأساسية اللي احنا عارفينها جا سيتا. الجا عبارة عن المقابل على الوتر، المقابل هنا بالنسبة لي بأ ب على الوتر اللي هو عبارة عن أ ج. ودرسنا كمان الجتا اللي هو عبارة عن المجاور على الوتر، يبقى ب ج على أ ج. ودرسنا إن الزاوية هي عبارة عن قيمة الجا على قيمة الجتا، يبقى هنا بالنسبة لي المقابل على المجاور يعني عبارة عن أ ب على ب ج. ودي كانت بالنسبة لنا هي الدوال الأساسية، الجا والجتا والظا. تاني حاجة خدناها برضو طبقا للدوال المثلثية إن لو أنا عندي جا الزاوية بتساوي جتا المتممة. يعني لو قلت لك جا 30 هي جتا 60، يعني كلمة المتممة يعني مجموعهم 90 درجة. خدنا كمان برضو من ضمن الأساسيات اللي في جا وجتا إن عندي جا تربيع الزاوية زائد جتا تربيع نفس الزاوية، الإجمالي بتاعهم بواحد. يعني لو جيت قلت لك جا تربيع 25 زائد جتا تربيع 25 مجموع الاتنين بيساوي 1. دي كانت من ضمن الأساسيات. وخدنا كمان دوال المثلثية للزوايا الخاصة اللي هي كانت ال 30 وال 60 وال 45. فلو جيت قلت لك دلوقتي ال 30 عايز الجا والجتا والظا. الجا 30 بنص، والجتا 30 بجذر 3 على الاتنين، والظا بواحد على جذر 3 أو جذر 3 على 3. أما بالنسبة لل60 فلو طلبنا برضو الجا والجتا والظا فكان جا 60 بجذر 3 على الاتنين، الجتا بنص، أما الظا بجذر 3. ال 45 لو طلبنا جا وجتا والظا كان الجا بواحد على جذر 2 أو جذر 2 على الاتنين، وهي نفس قيمة الجتا. أما الظا ال 45 كانت قيمتها بواحد. ده الدوال أو الأجزاء الأساسية اللي احنا كنا واخدينها في سنة ثالثة إعدادي. طيب إيه بقى الجديد اللي هينضاف علينا هنا؟ رقم واحد، عندي حاجة اسمها مقلوبات الدوال. يعني ايه يا مستر كلمة مقلوبات الدوال؟ انت عندك دلوقتي الدوال المثلثية الأساسية هي الجا والجتا والظا. طب لو انا قلت واحد على جا سيتا، واحد على جتا سيتا، واحد على ظا سيتا، يعني هقلب دلوقتي الدالة هجيب لها المعكوس الضربي. ايه اللي حصل؟ قال لك دلوقتي ان الجا لما اجيب لها مقلوب فبقى اسمها قتا سيتا، والجتا لما اجيب المقلوب بتاعها بقى اسمها قا سيتا. اما الظا بقى المقلوب بتاعها اسمه زتا سيتا. جا اللي هي كانت جي بالزاويه بقى اسمها قتا، قاطع تمام الزاويه. الجتا اللي هي كانت جي بتمام الزاويه بقى قاطع الزاويه. اما ظا اللي هي ظل الزاويه لما قلبتها بقت ظل تمام الزاويه. هتلاحظ ايه؟ ان الجا بقت قتا، الجتا بقت قا. يعني بالعاميه خالص بنقول ايه؟
اللي ملوش ت نحط له ت، اللي ملوش ت نحط له ت. مقلوب الجا قتا، مقلوب الجتا قا، الظا زطا. خلي بالنا من دي. يبقى مقلوبات الدوال اول حاجه خالص مقلوب الجا قتا، مقلوب الجتا قا، مقلوب الظا زطا. ده اول جزء عندنا اللي هو مقلوبات الدوال. طيب تاني حاجه عندنا حاجه اسمها دايره الوحده. دايره الايه؟ الوحده. ايه هي يا مستر دايره الوحده ديت؟ دايره الوحده ديت عباره عن دايره بس النص القطر بتاعها عباره عن واحد. يعني ايه يا مستر؟ لو انا عملت دلوقتي اهو ده دايره، ده المركز، تمام، وهيكون مثلا عندي ده محور السينات وده محور الصادات. لو انا جيت دلوقتي خدت رسمت مثلث قائم الزاويه بالشكل ده كده، نص القطر بتاعي هنا بواحد، يبقى دايره الوحده هي دايره نص قطرها عباره عن وحده طول. الجزء ده انا مشيته على محور السينات فهسميه س، والجزء ده هسميه ص، وانا عندي هنا الزاويه س. لو جيت دلوقتي قلت لك هات لي جا سيتا، قلت له يا مستر المقابل على المجاور يعني قيمه الصاد، اسف قيمه الجا المقابل على الوتر، يبقى صاد على واحد هيمثل صاد. وجيت قلت لك هات لي جتا سيتا، هتقول لي المجاور على الوتر يبقى س على الواحد بتساوي س. يبقى انا دلوقتي احداث السيني اللي انا مشيته في دايره الوحده مثل الجتا، والاحداث الصادي مثل الجا. طب تعالى طبق على المثلث ده نظريه فيثاغورس. هتقول لي يا مستر لو انا عايز تجيب الوتر هقول س تربيع زائد الصاد تربيع بتساوي واحد. طيب عرفت بقى المطابقه اللي انت كنت واخدها في سنه ثالثه اعدادي جت منين؟ اللي هي جا تربيع الزاويه زائد جتا تربيع نفس الزاويه بتساوي واحد، جت من دايره الوحده. ان لو عوضت دلوقتي عن السين بالجتا وعوضت عن الصاد بالجا هلاقي انه طالعه لي جتا تربيع س او سيتا اسف زائد جا تربيع السيتا بتساوي واحد. يعني جا تربيع الزاويه زائد جتا تربيع نفس الزاويه بيساوي واحد. ده جاي من دايره الوحده اللي عندي هنا. يبقى القانون ده هطبقه لما يقول لي دايره الوحده اقول له س تربيع زائد ص تربيع بتساوي واحد، لانه هيديني احداث نقطه عباره عن س وصاد ويقول لك يا ترى هل النقطه دي تمثل دايره الوحده ولا لا، او يدينا ساعات السين والصاد مجهول ويقول لي هات لي قيمه الصاد اللي تخلي النقطه دي تمثل دايره وحده. ده كده الجزء الثاني. يبقى احنا خدنا المقلوبات الدوال، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني عباره عن دايره الوحده. طيب دلوقتي المثلث ده انا ممكن ارسمه في الربع الاول، ممكن ارسمه في الربع الثاني، ممكن ارسمه في الربع الثالث، ممكن ارسمه في الربع الرابع. طب ما انا يا مستر عندي كل ربع منهم فيه اشارات للسين واشارات للصاد. طب تعالى كده مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل لو انا دلوقتي جبنا السين وجبنا احداث الصاد او رسمنا المثلث في الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع، ايه اللي هيحصل ومين الاشارات هتبقى موجبه ومين الاشارات هتبقى سالبه. تعالى كده بص معايا على الربع الاولاني. عفوا، ادي الاربع تربع اللي موجوده عندي. ده الربع الاول، ده الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. طبعا زي ما احنا عارفين زاويه صفر او 360 لو بالقياس الدائري يعني 2 باي. هنا 90 بالتقدير الدائري باي على الاثنين.
هنا 180 بالتقدير الدائري باي، هنا 270 بالتقدير الدائري 3 على الاثنين باي. احنا دلوقتي الربع الاول اتفقنا ان انا عندي س موجبه وصاد موجبه، وقايلين ان السين بتمثل الجتا والصاد بتمثل الجا. يبقى انا دلوقتي عندي الجا موجبه والجتا كمان موجبه، بالتالي الظالي عباره عن جا على جتا موجبه. هنا كل الدوال موجب، اي داله قيمتها بالموجب. طب في الربع الثاني، الربع الثاني مستر س سالبه لكن صاد موجبه، يعني كده معناه ان اشاره الجتا سالب، اما اشاره الجا هي اللي موجبه. طب ما انا كده عندي اشارتين مختلفتين، يبقى لما اقسم الجا على الجتا هتبقى برضو بالسالب. يبقى هنا الداله الموجبه بس الجتا، الجا ومقلوبها اللي هو القتا، دول بس الدوال اللي هتكون موجبه لما تقع الزاويه في الربع الثاني. في الربع الثالث السين سالبه والصاد سالبه، ده كده الجتا بالسالب والجا كمان بالسالب، بس لما اجي اقسم اشارتين متشابهتين الناتج هيطلع بالموجب. لما اجي اقسم الجا على الجتا يبقى الظا ومقلوبها اللي هو الزتا، دول بس اللي بالموجب وباقي الدوال بالسالب. اما في الربع الرابع فانا عندي س هي اللي بالموجب لكن صاد هي اللي بالسالب، يبقى بالتالي عندي الجتا بس هي اللي بالموجب ومقلوبها اللي هو القاف. يبقى في الربع الاول كل الدوال موجبه، الربع الثاني الجا بس هي الموجبه، الربع الثالث الظا، الربع الرابع هي الجتا. دول كده الاربع تربع واشارات الدوال فيها. طبعا بنقول مثل شعبي بسيط جدا كده عشان تحفظه، بنقول ايه؟ بنقول كل جار ظالم جتا داهية تاخده. طبعا هو مثل شعبي عشان بس الطالب يبقى سهل عليه. كل اللي هو الربع الاول جار باخد الجالية الربع الثاني، ادا الظا ادا الجتا، يبقى الربع الاول والربع الثاني والثالث والرابع دي بتمثل اشارات الدوال اللي موجوده عندي. طيب خلي بالك معايا، لو انا جيت دلوقتي رسمت المثلث زي اللي انا كنت راسمه في دايره الوحده المره اللي فاتت، ايه اللي هيحصل؟ ركز كده معايا. في الربع الاول لما اجي ارسم هلاقي ان الربع المثلث جاي بالشكل ده كده. لما اجي ارسمه في الربع الثاني هيبقى بالشكل ده كده. لما ارسمه في الربع الثالث هيبقى بالشكل ده كده. لما ارسمه في الربع الرابع هيبقى بالشكل ده كده. تعالى كده خلي بالك بقى من الاشارات اللي هنتعمل هنا. في الربع الاول السين بالموجب، الصاد بالموجب، فدايما الوتر هيكون بالموجب، وده الزاويه بالنسبه لي اللي هي سيتا. في الربع الثاني هنا سيتا، س بالسالب، صاد بالموجب، والوتر بالموجب. في الربع الثالث س سالبه، صاد سالبه، والوتر هيكون بالموجب. عشان الاشارات وهنشوف دلوقتي هنستخدم ازاي المثلثات ديت في المسائل. في الربع الرابع عندي السين موجبه لكن الصاد سالبه والوتر هو اللي بيكون بالموجب. يبقى انا الدرس كله عباره عن المقلوبات ودايره الوحده واشارات الدوال. تعال نشوف كده يلا اسئلتنا. اول سؤال بسيط جدا بيقول لي اذا كان سيتا هو قياس زاويه موجهه في الوضع القياسي ضلعها النهائي يقطع دايره الوحده في ب. خلاص انا كده دي دايره الوحده بقى بالنسبه لي يا مستر احداث السين بيمثل الجتا واحداث الصاد بيمثل الجا. يبقى دلوقتي لو عايز جتا سيتا اللي هي مستر السين يبقى 3 على 5، المقلوب بتاع الجتا اللي هو قا سيتا يبقى الناتج هنا 5 على 3. طبعا عايز جا سيتا اللي هو الصاد سالب 4 على 5، اجيب المقلوب اللي هو القتا يبقى سالب 5 على 4. طبعا عايز ظا سيتا، ظا عباره عن المقابل على المجاور او الجا على الجتا، يبقى هقسم سالب 4 على 5 على 3 على 5 يطلع الناتج هنا سالب 4 على 3. يبقى بالتالي لما اجيب المقلوب بتاعها اللي هو الزتا هيكون سالب 3 على
الأربعة. ده الأول سؤال مباشر خالص، نقطة، وهطلع منها أي دالة مثلثية سواء كانت الأساسية أو المقلوبة. السؤال اللي بعده في اللي ابحث إشارة كل مما يلي. عشان أبحث الإشارة أول حاجة لازم أحدد ربع الزاوية. تاني حاجة أحدد إشارة الدالة حسب الربع. طيب تعالى كده يلا نمسك واحدة واحدة. أول مثال عندي 150. ال 150 دي تقع في الربع الثاني. طيب كده خلاص حددت الربع. أشوف الجا في الربع الثاني أصلا موجبة، يبقى إشارة ال 150 هنا موجب. طيب النقطة رقم 2 ظا 300. 300 وقع في الربع الكام؟ الربع الرابع. في الربع الرابع الجتا بس هي اللي موجب. طب هو عايز الظا، يبقى الإشارة بتاعتي بالسالب. رقم 3 7 على 6 باي. اتفقنا دلوقتي ان انا هشيل الباي واحط مكانها 180. 180 على 6 فيها 30 في 7 يبقى 210. احدد يلا الربع. 210 دي في الربع الثالث. طيب القتا اللي هي مقلوب الجا. طب ما كده كده الربع الثالث مفيهوش اصلا غير الظا اللي موجب، يبقى الاشاره دي هتكون بالسالب. طيب نبص على السؤال رقم 4. 1480. 1480 الزاويه كبيره جدا. طيب هطرح منها كام دوره؟ لو طرحت منها 360 هلاقيها لسه كبيره، يعني دوره كامله. 720 برضو كامله. 3 دورات اللي هو 720 1080 هلاقيها برضو انها لسه 400، يبقى اطرح منها 4 دورات. يبقى اقول 1480 ناقص 4 في 360 هطرح منها 4 دورات. نخلي بالنا من دي كويس، هطرح 4 دورات هلاقي الناتج طالع ب 40. 40 ده في الربع الاول مش هتفرق معايا ايه هو اللي عايزه، لان في الربع الاول كل الدوال موجبه. يبقى اول حاجه احدد الربع، بعد كده احدد اشاره الدل. احدد الربع بعد كده احدد اشاره الدل. سؤال مهم جدا جدا جدا. نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول اذا كانت ب سالب جذر 3 على 2 وصار نقطه تقاطع الضلع النهائي لزاويه موجهه قياسها س في وضعها القياسي مع دايره الوحده، بحيث ان سيتا دي محصوره بين ال 90 وال 180. يا مستر 90 و 180 ده ربع تاني، والربع الثاني اشاره السين سالبه لكن اشاره الصاد موجبه. كده انا حددت اشاره الصاد. هو عايز الجا والظا. طب انا عشان اعرف اجيب الجا واجيب الظا لازم اجيب الاول قيمه الصاد، وما دام قال لي دايره الوحده يبقى اروح اطبق القانون على طول بتاعي. س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 1. يبقى عندي هنا سالب جذر 3 على الاثنين الكل تربيع زائد الصاد تربيع تساوي 1. نربع يبقى 3 على الأربعة زائد الصاد تربيع بواحد، يبقى قيمة الصاد تربيع بواحد ناقص 3/4 اللي هو ربع. اخد الجذر التربيعي يبقى انا عندي هنا موجب وسالب نص. بس خلي بالك هو قال لي ان الشرط تقع في الربع الثاني، يعني قيمة الصاد بس موجبة، يبقى اقول له بما ان صاد اكبر من الصفر يبقى هاخد قيمة النص فقط لا غير. طيب مش الصاد ديت هي عبارة عن جا سيتا؟ طب هو عايز كمان ظا سيتا، يبقى اقسم الصاد على السين اللي هو الجاي على الجتا، فيطلع الناتج هنا بسالب 1 على جذر 3. سالب 1 على جذر 3. كده انا جبت قيمة الجا وجبت قيمة الظا. السؤال اللي بعده بيقول اذا كانت ب 5 والف و12 الف ونقطة تقاطع الضلع النهائي لزاوية موجهة في وضعها القياسي مع دايرة الوحدة. خلاص ما دام قال لي دايرة الوحدة يبقى على طول اقول له س تربيع زائد الصاد تربيع بتساوي 1. 5 الف يبقى عندي 25 الف تربيع، و12 يبقى عندي 144 الف تربيع بتساوي 1. هجمع الاثنين مع بعض يبقى 169 الف تربيع بواحد. يبقى قيمة الألف تربيع هي عبارة عن 1 على 169
يبقى قيمة الألف 1 على 13، وطبعا أحط الموجب والسالب بتاعي المعتاد عندي. أطلع أشوف الشرط. قال لي أنا عايز هنا الشرط بتاعي ألف أصغر من الصفر. يبقى كده قيمة الألف هتبقى بسالب 1 على 13. يبقى النقطة بتاعتي بقت عبارة عن سالب 5 على 13 اللي هو الإحداث السين، والإحداث الصادي هيبقى سالب 12 على 13، لأن هو قايل إن الألف أصغر من الصفر. طيب كده عندي سالب 5 على 13 وسالب 12 على 13. هو بيقول لي اوجد بقى الدوال المثلثية. خلاص أنا كده يا مستر كل المسائل اتحلت بالنسبة لي، لأن لو عايز جاية سيتا هي قيمة الصاد يبقى سالب 12 على 13، والمقلوب بتاعها اللي هو قتا سيتا يبقى هيساوي 13 سالب 13 على ال 12. طيب لو جينا بصينا على جتا سيتا اللي هو السين يبقى سالب 5 على 13 اللي هو مقلوبها قا سيتا اللي هو عبارة عن سالب 13 على الخمسة. عايز ظا سيتا يبقى سالب 12 على السالب 5 اللي هي 12 على 5. طبعا عايز الزتا هقلب يبقى 5 على ال 12، وكده انا جبت قيمة الدوال المثلثية. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا إذا كانت سيتا تنتمي من باي على الاثنين لباي. خلاص أنا كده حددت إنها ربع تاني. وبيقول لي إن جاية سيتا ب4 على 5، أوجد الجتا وأوجد الظا. طيب النوع ده من الأسئلة له طريقتين للحل. هنحل الطريقتين وأنت ليك الحرية في السؤال. اتفقنا إن الجا بتمثل الصاد، والمسألة في الربع الثاني يبقى قيمة السين سالبة. فأنا هقول والله يا مستر دي دايرة وحدة، يبقى عندي دلوقتي س تربيع زائد الصاد تربيع بتساوي 1. يبقى أنا عندي دلوقتي س تربيع أنا معرفهاش، الصاد اللي هي الجا 4 على 5 لما أربعها يبقى 16 على 25 بتساوي 1. يبقى س تربيع هتساوي 1 ناقص 16 على 25 يبقى 9 على 25. فقيمة السين هتساوي موجب أو سالب 3 على 5. طيب هي السين دي بتمثل مين؟ يا مستر السين دي بتمثل الجتا سيتا. طيب والمسألة في الربع الثاني فبالتالي قيمة الجتا بالسالب، يبقى قيمة السين هنا هتاخد السالب 3 على 5. كده أنا جبت قيمة الجتا. طبعا عايز الظاهر. قيمة الظاهر يا مستر هي عبارة عن الصاد على السين اللي هي الجا على الجتا، يبقى سالب 4 على 3. ده الطريقة الأولانية. طب الطريقة الثانية باي على الاثنين، ده المسألة في الربع الثاني. فأنا هروح أرسم مثلث في الربع الثاني زي ما احنا عارفين. واحط هنا سيتا، واحط هنا الاشاره بتاعتي بالسالب والاشاره هنا بالموجب. فبيقول لي دلوقتي قيمه الجا سيتا. الجا اللي عباره عن المقابل على الوتر. من نظريه فيثاغورس الارقام النسبيه بتاعتي 4 5 وهنا 3، يبقى انا حطيت الاشارات قبل الارقام. سالب 3 وهنا 4 وهنا 5. كده خلاص بقت المساله مباشره. جتا السيتا المجاور على الوتر يبقى سالب 3 على 5، وظا سيتا هي عبارة عن المقابل على المجاور فيبقى سالب 4 على 3. طبعا أنا الحل ده أسهل وأبسط من الحل الثاني، طويل شوية. فأنت ليك حرية الاختيار تحل بالحل الأول أو الحل الثاني، المهم في الآخر إنك تطلع قيمة المطلوب مظبوط. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان 24 قا سيتا زائد 25 بيساوي 0. هنا المسألة برضو من 90 ل 180 يبقى ربع تاني. فبيقول لي اوجد قيمة القتا واوجد قيمة الصاد. طيب واحدة واحدة. اوجد بقى قيمة القتا ناقص زتا. المسألة هنا هحسب كأنها معادلة خالص، كأن القا بالنسبة لي مجهول، يعني هعتبره كأنها معادلة س صاد عين أيا كان. فدلوقتي بقى عندي 24 قا سيتا بيساوي سالب 25. يبقى عندي دلوقتي القا سيتا عبارة عن سالب 25 على 24. طيب القا دي اللي هي عبارة عن ايه؟ يا مستر مقلوب الجتا، يعني الجتا سيتا هي عبارة عن سالب 24 على 25.
والمسألة موجودة عندي في الربع الثاني، فأنا هرسم مثلث في الربع الثاني. أدا سيتا. الجتا المجاور أدا سالب 24 على 25. الوتر اللي هو هنا 7، اللي هي برضو الأرقام بالنسبة لي اللي هي محفوظة، سالب 24 و25، آسف، اللي هي النظرية عفوا، اللي هي النسبة بتاعتي اللي هي 25 7 24 25. طيب أنا كده بالنسبة لي كونت المثلث بأضلاعه بالكامل. إيه اللي مطلوب بقى هنا تاني؟ ان انا دلوقتي اطلع بقى اي ارقام هو عايزها بالنسبه لي، مش هتفرق. اطلب بقى جا، اطلب جتا، اطلب قا، اطلب زتا، اطلب الدوال اللي انت عايزها. انا كده خلاص كونت المثلث بتاعي. فبيقول لي انا عايز قتا سيتا ناقص زتا سيتا. طيب القتا سيتا هي عباره عن 1 على جا سيتا. طب الجا هنا اللي هي كام؟ 7 على 25. يبقى هنا قيمه القتا 25 على 7. بعد كده اروح اجيب الزتا. الزتا اللي هي مقلوب الظا. طب الظا اللي هو عباره عن ايه هنا؟ عباره عن المقابل على المجاور. يبقى 7 سالب 7 على 24، الاشاره هنا بالسالب. هو بقى عايز الفرق ما بينهم. يبقى انا عندي دلوقتي الفرق، عفوا دي كده قيمه الظا. قيمه الظا اللي هي 7 على 24 هقلب هيبقى سالب 24 على ال7. يبقى الفرق ما بينهم 25 على ال7 ناقص سالب 24 على ال7. طبعا المقام متوحد وسالب في سالب بموجب. 25 و24 49 على ال7، يبقى الناتج الفرق بتاعي 7. يبقى القطع مقلوب الجا المقابل على المجاور 7 على 25 قلبناه يبقى 25 على 7. الزتا مقلوب الظا، فالظا المقابل على المجاور 7 على 24، يبقى الزتا المقلوب بتاعها سالب 24 على ال7، وطلعت الفرق اللي ما. اللي جاي ده بقى شغل كله عن طريق الآلة الحاسبة. تعالى كده واحدة واحدة عشان ناخد بالنا مع الجزء اللي جاي ده. كل المسائل اللي جاية دي تمام انت اللي هتتدرب عليها باستخدام الآلة الحاسبة. ازاي؟ دلوقتي لو انا عندي جا 30، فكنا بنيجي نقول على الآلة الحاسبة ساين 30. طيب في الوقت الحالي انا عايز اي زاوية من دي يا مستر. طب الجا ماشي والجتا مفيش مشكلة والظا. طب الفكرة في القتا والقا والزتا، التدريب بتاعها هيبقى عبارة عن ايه؟ القتا هي عباره عن المقلوب بتاع الجا. يبقى انا هاجي على الاله الحاسبه اقول له 1 على جا واكتب الزاويه. يبقى هنا 1 على ساين واكتب الزاويه زي ما هي. القاء مقلوب الجتا، الزتا مقلوب الظا. يبقى انت دلوقتي استخدامك هيبقى الاله الحاسبه مجرد فقط انك هتدخل الرقم على الاله الحاسبه الدرجات والدقائق وثواني زي ما احنا كنا قايلين بزرار الفصلات. طيب التدريب الثاني والاخير بالنسبه لنا اللي هو بقى يديك الجا قيمتها بكام او الظا قيمتها بكام وعايز الناتج. طيب كجا وجتا وظا مفيش مشكله بالنسبه لي. ليه يا مستر مفيش مشكله؟ لانك انت هتعمل شيفت ساين واكتب الرقم اللي هو مديهولي. اول ما اكتب شيفت ساين هيظهر ساين سالب 1 واكتب الرقم اللي هو عندي 5 6 3 9 واضغط يساوي يطلع قيمه الزاويه بالدرجات والدقائق والثواني. طيب تعالى كده مع بعض نشوف بقى لو هو طلب القتا او القاء او الزتا بنعمل ايه. انا دلوقتي دي القتا. القتا خلي بالك انها مقلوب الايه؟ الجاء. دي اللي بقى اللي تهمني اكتر اللي هو القتا والقاء هيبقى الف شغل فيها هيبقى عامل ازاي. ما تنساش ان القتا مقلوب الجاء. قتا س بتساوي 3 ومدينا رقم اللي قدامي ده. القتا مقلوب الايه؟ الجاء. يبقى انا دلوقتي الاول حاجه هقول له 1 على الرقم اللي قدامي ده
واقول له يساوي كده الرقم اللي قدامي ده هو كده رقم الجاه، يبقى اقول له شيفت ساين، عمل له ساين اس -1 بقول لك عليها انسر. طلع لي هنا واتك على زرار الفصلات، يبقى تطلع الدرجه الزاويه بالدرجات والدقائق والثواني. طيب لو جات لي قا -1 ده كده معناها ايه؟ معناها شيفت كوزاين بس المقلوب بتاعها. ما عشان كده قلت لك خلي بالك ان طلبه هتتخدع من الشكل ده. يبقى لما يقول لي قا -1 س ويكتب هنا الرقم او السين او ايا كان، كان معناها ان ده القيمه بتاعه القا، دي قيمه القا. طب القا مقلوب الجتا، يبقى هقول له 1 على واكتب الرقم اللي قدامي ده. الرقم ده هو قيمه الجتا، يبقى اقول له شيفت كوزاين انسر، تطلع لي الزاويه بالدرجات والدقائق والثواني. ركز كويس جدا، درس مهم، وان شاء الله يبقى في فيديو تاني للمسائل اللي بيبقى فيها مهارات وافكار. القاكم ان شاء الله في الدرس